السلام عليكم حبايب. تحية حب واحترام للمتابعين الأعزاء. كثرة الأسئلة. طيري ما يغرد، طيري تغريدة قليل، الطير اللي عندي جبته وحش وما يغرد. قلبي، نقطة نقطة نبدأ احنا بالبداية باختصاصنا اللي هو الطير الأليف. الطير الأليف قلبي إذا ويا طير ثاني تعزل، والطير الأليف نفسه إذا ما يغرد أو تغريدة نقول قليل، هو ماكو طير ما يغرد، تغريدة قليل بالنسبة للأليف طبعا. هذا الطير حسب قلبي تخريجه. اي الطير اللي عندك انت من كان هو صغير ما مسمعه تغريد مال بلابل، فالطير اللي عندك من كبر الطير اللي عندك التغريد مالته راح يصير قليل. بالنسبة للبلابل الأليفة حبيبي اللي هيجي نوعها والتغريد مالتها قليل، جيب لها طير ثاني وحشي يقرأ أو طير ثاني أليف يقرأ. الطيور الأليفة اللي التغريد مالتها قليل حالة حال الخام الوحشي اللي بعده ما يحكي، وطير فوقه أبي قوي يدق فوق راسه يحمل اللغة. الطيور الأليفة بصورة عامة قلبي اللي تغريدها ضعيف تحمل اللغة، فجيبي لها طير يحكي. هاي نقطة الأليف، انتهينا من يمام. الطير اللي عندي التغريد مالته ناصي قلبي، لازم انت تميز بين البست زين وبين الطيرة مرات تندي بصوت ناصي، وبين الطيارية وبين الطير لما يحكي قوي بلغة. فانت لازم تميز بين هاي النقاط. تجي انت اليوم همينه يجيني واحد العفو، الطير الوحشي اللي عندي اشتريته من السوق وما يغرد. مشتري له طير وحشي من سوق الغزل مثلا، البارحة يريد اليوم يغرد. ماكو هيجي منطق اخوي. هذا انت اللي جايبه اللي موجود بسوق الغزل على الاغلب نقول نسبة 90% ذي طيور اغلبهن صيد جديد، قل ما يبيعوا لك صيد قديم. فذن الطيور اللي هن صيد جديد ما تجيبه انت للبيت ويحكي بيوم وباسبوع، رايد له وقت. فانت الطير اللي عندك هذا ثبته بمكان عالي زين، مكان ما بيه هوسة، تنطيه أكله وتنطيه مية، تخلي له كاسة ويا المشربة وتخلي له ويا الخلطة فواكه وتمر. يعني الطير اللي عندك أول ما تجيبه أنت همينه ما راح يشرب من المشربة ما يعرف شنو، ولا راح ياكل من الخلطة. واكو نقطة ثانية همين الطير نفسه تعلقه بمكان عالي وتغطي القفص مالته فد أسبوعين. وتيجي على الطير الوحشي هذا اللي جابه جديد الفجرية، أنا قاعد له الفجرية هذا على الهدوء، ماكو صوت مال بشر، ماكو هوسة، تلقاه يحكي. اشغل له طياريات زين من اليوتيوب، الطير يبدي شوية شوية عندي. بصورة عامة الطير الوحشي يحب صبر. تبقى نقطة مال الطير اللي عندي مثلا كان يغرد فول وهسه ما يغرد، هاي الأسباب مالته هواية. ممكن الطير اللي عندك متمرض، الطير هذا اللي يخمل بصورة عامة يقل التغريد مالته ومرات يقطعه. ممكن الطير اللي عندك جافل انت ما تدري بيه مثلا، شاف التبزونة يمه مثلا صار طبة قوية، فالطير اللي يشفي همينه يسكت رايد لفترة يلا يرجع يحكي. وممكن الطير اللي عندك بيفاش، وممكن الطير اللي عندك تلك. قانون الطبيعة ما ينطبق على قانون الإقفاصة. ممكن الطير اللي عندك يصيبه تلك، راح تقول لي والله احنا هسه مو موسم تلك. اي مو موسم تلك، بس من وراء الغذاء اللي يصير بيه نسبة البروتين عالية من وراء الخلطات يضرب الطير اللي عندك تلك. وتبقى همين نقول لك القاء على شوات حتى همين يطلع لنا ابو علي اللي هي الطيور القوية لو مو تلك تظل تدق. تحياتي للجميع. بس احنا بدنا نحكي على الطير اللي ما يغرد. كل الحب لكم.